فين الكتاب بقى بتاع الدكتور مرسي؟ حطه لنا كده على الشاشه منور كده. يلا يا استاذ جمعه. الرئيس مرسي يبني مصر من جديد. شوفوا بقى في الكتاب، اسمعوني كويس لان احنا هناخد رايكم في الكلام اللي بيتقال. انا هقول لكم منه مقتطفات، هو منشور النهارده في مصر اليوم، يعني ملخص منه مهم، ملخص مهم. مش هقدر اقراه كله لما ما يبقاش ده برنامج تلفزيوني يبقى برنامج اذاعي انما مرسي يلاقي التقدير الذي يحققه الرئيس مرسي يلاقي تأييدا شعبيا ودوليا وإقليميا يجعل الحاسدين من داخل مصر يشوهون صورته. يعني احنا اللي بنشوه صورة الرئيس، انما هو لقى تقدير دولي وشعبي وإقليمي. انا مش هعلق لان الكلام يعني ويقول الكاتب في الفصل الاول ان الرئيس مرسي يدخل موسوعه الاوائل من اوسع الابواب، وذكر اكثر من 20 سببا من بينها انه اول رئيس مصري منتخب. هو ملوش علاقه بالقصه دي. اول رئيس مصري مدني، ملوش علاقه بالقصه دي برضه. اول رئيس مصري ملتحي. أول رئيس مصري موكبه لا يعطل حركة المشاة والمرور. أنا بقول لكم المكتوب. أول رئيس مصري يمنع نصب الطرق الصوفية، مش عارف إيه دي، الطرق الصوفية نصبها فين دي. أول رئيس مصري يسمح بظهور مذيعة أخبار محجبة في التلفزيون منذ 52 سنة. عندنا طبعا الستنا الكبيرة والأستاذتنا الكبيرة كريمان حمزة في التلفزيون موجودة من قبل ما الرئيس مرسي يرجع من أمريكا. أول رئيس مصري ابنه يحصل على أقل من 90% في الثانوية العامة. دي مميزات الرئيس مرسي. أول رئيس عربي مدني ينقلب على العسكر. طبعا بصوا في التاريخ وبصوا في التاريخ الدول اللي حوالينا. أول رئيس عربي تزور كلمته. وأول رئيس عربي إيه؟ غيروا الترجمة بتاعته. وأول رئيس عربي يرفع قضايا ضد خصومه. أول رئيس عربي يسلم على الضابط الذي سجن ولا يعاقبه. أول رئيس عربي يصلي كل جمعة في مسجد جامع. وأول رئيس عربي ابنه يعمل موظفا في الخارج. هذه مميزات رئيس الشعب المصري. أما إنجازاته، الفصل الثاني يوضح إنجازات الرئيس مرسي من وجهة نظر الكاتب، وبدأها بالإنجازات السياسية والمتمثلة في إنهاء حكم العسكر. اشمعنى العسكر الحقيقة هم عملوا له الانتخابات وعملوا له رئيس والمشير أدى له التحية رغم تحفظنا على المشير وعلى الزمن. وبعدين ده مديهم قناة النيل وقناة الجمهورية. وبعدين هو دلوقتي لا يستغنى عن الفريق السيسي، فريق أول السيسي، وشفتوه خارج كان المنظر بقى باين. هو باصص كده والسيسي بيتكلم كده. سياده الفريق السيسي له كل تقدير والاحترام، يعني الفريق السيسي بيتكلم كده بص هادي وهو واقف عمل كده. يعني كان خارج، ما اعرفش التعبير اللي يتقال عليه ايه. انتوا فسروا الصوره قدامكم، يا ريت لو كنا جهزناها، بس احنا ما جهزناهاش. بس انا شفتها في اكتر من يعني فاصل في البرامج الاسبوع الثلاث ايام اللي فاتوا. منظر غريب جدا ان رئيس الجمهوريه واقف بص كده والفريق السيسي واقف يتكلم كده ورئيس الجمهوريه واقف كده، وبعدين الفريق السيسي يتكلم الاول وبعدين هو اتكلم بعدين. جم في التلفزيون المصري لما يذيعوا الاخبار جابوا كلمه مرسي الاول وبعدين كلمه الفريق السيسي. اول رئيس مرسي وبدأ بالانجازات السياسيه والمتسلة في انهاء حكم العسكر. الانجاز الثاني اعاده محاكمه كثره الثوار اثناء ثوره 25 يناير. تحول مؤسسة الرئاسة إلى العمل الجماعي وليس حكم الفرد. مش عارف مين اللي استقالوا دول، المستشارين كلهم استقالوا. مش عارف إيه العمل الجماعي اللي موجود، إن بكنام الشرقاوي لسه موجودة. هو ده العمل الجماعي. ضمن الإنجازات إقالة النائب العام. قام مرسي بذلك بعدما وجد أن كل قضايا الثوار تنتهي دون إدانة وانتشار الفساد والخراب.
قضايا النائب العام، انا مش بدافع عن السيد عبد المجيد محمود، القضايا يا جماعه بتيجي لها معلومات من الداخليه. القضايا دي بتتكون بكده، بعد كده النيابه بتعمل تحقيق وكل حاجه، لكن المعلومات الاساسيه اللي بترفع القضيه او تجيبها ارض المعلومات اللي بتيجي. طيب هو اقال النائب العام عشان خاطر كده، طب النائب الجديد بقى له 4 اشهر، فين القضايا اللي اتعملت ضد الثوار؟ فين؟ انا قلت مش هعلق. هي دي انجازات الرئيس. وعلى الصعيد الامني قال الكاتب، ده كلام مهم بقى، أن من إنجازات الرئيس مرسي منح حوافز وترقيات ومكافآت لرجال الشرطة مرتبطة باستعادة الأمن، وحوافز وترقيات ومكافآت لرجال الشرطة مرتبطة برضا المواطنين على أدائهم، ووضع تأمين شامل على رجال الشرطة ضد مخاطر المهنة، وأمر بعمل حملة إعلامية ضخمة لإعادة الثقة بين المواطن وجهاز الشرطة، وكذلك ضبط الخارجين على القانون والبلطجية وإعادة تأهيلهم نفسيا وعلميا. صدق كل ده حصل احنا مش داريين. قبضوا على الخارجين على القانون والبلطجيه واعادوا تاهيلهم نفسيا وعلميا، ويمكن عينوهم في وظائف مهمه، واحنا مش عارفين ان الانجازات العظيمه دي. اما في ملف المرور فقد نجح الرئيس مرسي حسبما يرى الكاتب في الغاء اشغالات محطات المترو. اللي بيركبوا المترو سامعني. وازاله كافه حتى مش كاتبين ازاله اشغالات الطرق، لا كافه اشغالات الطرق اللي هي شارع قصر النيل، اللي هو من الشوارع الرئيسيه والتاريخيه في مصر، ما تعرفش تمشي فيه غير عربيه واحده من البياعين اللي واقفين على الاسفلت، مش على الرصيف، على الاسفلت. ده قصر النيل، ده غير بقى البولاق والعلا وبولاق الدكرور والحتت دي كده. دي انجازاته، ازاله كافه اشغالات الطرق وتحديد اماكن محدده لوقوف الميكروباص بكل الطرق، وكذلك تقديم خدمة خاصة لنقل السيدات وطالبات الجامعة خصوصا في أوقات الذروة، وإلزام جميع التاكسيات بوضع عداد لمحاسبة الزبائن، وإلغاء فكرة كلبشات السيارات لأنها تعيق الطرق. أنا شايفها امبارح أو أول امبارح. رأى الدكتور أن قرار الدستور أعظم إنجازات مرسي. وأكد رأى الدكتور، قلت الدكتور، ورأى الكاتب أن إقرار الدستور أعظم من إنجازات مرسي. وأكد الكاتب الإخواني أن سياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس مرسي تغيرت كثيرا، ومن أهم إنجازاته دعم غزة وخسارة إسرائيل 2.5 مليار شيكل بسبب صواريخ المقاومة. ده هو من ساعة ما ظهر مرسي في الصورة ما بقاش في صواريخ ولا بقى في مقاومة. صواريخ مقاومة إيه؟ انتوا بتضحكوا على مين؟ هو بقى لا في صواريخ ولا بقى في مقاومه، ما بقاش في حاجه، خلاص، ما خلصت القصه خلاص. بقى صديق الوفي. وهدنا 20 سنه بالحماس، خلاص المسائل استوت، المسائل خلصت. حصل تربيطه جامده جدا جدا ما بين النظام المصري، النظام الامريكاني، النظام الاسرائيلي، ودوله عربيه كبيره اخرى. كل دول ربطوا مع بعض، خلصوا الموضوع ده خلاص، ما بقاش فيه لا صواريخ ولا يحزنون. وتحت عنوان إنجازات بطعم المعارضة قال مؤلف الكتاب أن معارضي مرسي كارهوا الإسلام والحاسدون وأصحاب المصالح. مرسي يا جماعة لا يمثل الإسلام. مرسي مش نبي، مرسي مش نبي ولا داعية ولا شيخ عالم. مرسي راجل دارس هندسة والذرة واشتغل في ناسا أو ما اشتغلش ما نعرفش، محدش عارف. هو قال اشتغل وقال ما اشتغلتش، انما يعني خليها ايا كان اشتغل او ما اشتغلش. ودرس في امريكا هندسه. ايه بقى علاقته؟ فين هو المشروع الاسلامي ده بقى؟ هاته لنا. احنا مسلمين، ما احناش كفره، احنا ما احناش كفره. الكلام اللي قلناه قبل كده وطلعوا لي عملوا لي تحقيق كبير قوي قوي في بتاع الاخوان المسلمون، اخوان اونلاين، الشارع المصري لمحمود سعد، احفظ لسانك مع الشعب العظيم. عشان قلت ان الشعب المصري بيحب النكته وبيحب يقبح ويحب يضحك، وهم قال ايه؟ عايزين يعلموا الشعب المصري الاخلاق. لا والنبي، لا والنبي، متشكرين. مفيش اخلاق احسن من اخلاق الشعب المصري، مفيش جدعنه احسن من الشعب المصري. عارف الدين كويس قوي اكتر منكم، لانه عارف ان الدين المعامله.
وعارف ان لما يموت حد في الشارع المحلات تقفل على طول في نفس اليوم ويفرضوا الصوان، كان زمان لما قبل ما يبقى فيه دار مناسبات وحاجات زي كده. وعارف ان الفرح في الحي الناس كلها بتشارك فيه، وعارف ان المعزه كل الناس بتشارك فيه، وعارف ان الناس بتحب بعضها، وعارفين الدين كويس قوي. هم عارفينه احسن منكم، لانه عارفين ان الدين المعامله، الدين الكلمه الطيبه. اما الصلاه والزكاه والصوم والحج والعمره والحاجات دي كلها خاصه بالرجل او الانسان بني ادم وربه. ومع ذلك الشعب المصري اكتر شعب بيسافر يعمل عمره، وعدده في الحج مش قليل، بيبقوا 70 80 الف واحد مسافرين كل سنه. على كل حال احنا عندنا راي الناس في انجازات الرئيس مرسي، هي يعني مش هي كتير، بس انا قلت لكم اهم الحاجات فيها. بس قال في الاخر بقى هذا حال الاعلام الغربي. الاعلام الغربي بيأيد مرسي زعيما وبطلا، واستشهد بمقالات الجارديان البريطانية عندما قالت مرسي الزعيم الابرز في اجتماعات الامم المتحده، وهكذا. لا، اما الاعلام المصري اتحد لاسقاط الرئيس المنتخب. طب اسالوا نفسكم الاعلام المصري اتحد ليه؟ ما الاعلام المصري كان عدد كبير منه بيشجع مرسي وبعدين انا عايز اقول للجان بدل ما تعملوا موضوع كبير طويل عريض عشان الناس تشتم فيا عشان قلت الناس بتحب تقبح شويه تحب تهزر، ده انا كنت بهزر، ده هزار، ده كلام هزار. ايه الروقان اللي انتوا فيه ده؟ ايه القضايا اللي انتوا بتخترعوها دي؟ سيبك من محمود سعد وغيره 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 وغيره. انتوا قاعدين شغالين على اللي بيقولوه الاعلام. ما تعملوا حاجه عدله نضطر احنا نسكت او نضطر نشكر فيكم. يعني المفروض ان انتوا تعملوا حاجه عدله. فين الحاجه العدله اللي بتتعمل؟ انكم هتعملوا لنا SMS لقطع الكهرباء، دي الحاجه العدله المعموله؟ ان قطعنا الكهرباء في عهد الرئيس مرسي عن الشعب المصري؟ هي دي؟ ايه فين؟ ادي انت لما جيت تقول انجازات ما عرفتش تقول حاجه. قلت منع الكلبشات في العربيات. يا راجل يا راجل دي شغلة امين شرطه. يا راجل عيب عليك، يا راجل اتقي الله. ايه دنيا.